حاليا بتفرج على مسلسل اسمه ولد وبنت وشايب، وهو من بطولة مجموعة شباب كده، من ضمنهم مروان المسلماني وليلى أحمد زاهر. ولكن بيترأس البطولة هو النجم الكبير أشرف عبد الباقي. ولفت جدا نظري الدور اللي بيقوم بيه النجم الكبير أشرف عبد الباقي، وهو بيعمل دور شخصية واحد عنده زهايمر وبيتعامل مع الأولاد دول وكده. والحقيقة أنا مش عارف، أنا حاسس إن هو مش عارف، ممكن يكون حاسس يعني هو فعلا عنده زهايمر، أو ممكن بيكون عامل إن هو عنده زهايمر عشان يعرف الأولاد دول عايزين منه إيه. ولكن في كل الأحوال أنا شايف إن هو يعني خلينا نتكلم عن الدور نفسه، هو عامل الدور ببراعة شديدة جدا. والحقيقة إن النجم أشرف عبد الباقي مؤخرا ابتدى إن هو يعمل أدوار كتير جدا متنوعة ومختلفة. ما حصرش نفسه في حتة إن هو لسه النجم الشاب البطل اللي هو عايز يتجوز وعايز، والغلطات دي وقع فيها ناس كتير من جيله على فكرة. ولكن لا، هو بيعمل أدوار مناسبة جدا للمرحلة السنية اللي هو فيها، وأعتقد إن هو موفق جدا فيها.